السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. النهارده تاني حلقه من البودكاست بتاعنا هل موجود، وزي ما عودناكم او عرفناكم على الصفحات بتاعتنا ان احنا هنجيب ناس بتقدم افكار تفيد الناس، يعني بكل واحد في مجال مختلف في الرياضه بيقدم فكره، فاحنا بنحاول ان احنا نظهر الوجوه جديده. ممكن يكون احنا مش بيظهر معانا ناس معروفه على الساحه او كده، بس احنا قادرين ان احنا نوصل بافكارنا لحاجات بعيده قوي ونقدم فكره تعجبكم ان شاء الله. النهارده معانا واحد جديد لسه، يعني اول مره يظهر، والناس اللي هي شغاله على السوشيال ميديا بتقطع في اللعيبه والمدربين ومجالس الاداره. واحد من الناس الجامده جدا على السوشيال ميديا والبيجات الكبيره اللي ممكن يكون ناس كتير مشتركه فيها او متابعين ليها، بس محدش يعرف مين اللي ورا البيجات ديت. النهارده هعرفكم بيه واحد من الناس اللي بتفهم في الكوره وبتحب تتكلم في الكوره. النهارده معانا وليد الششتاوي. مساء الفل يا وليد. حبيبي يا حازم، عامل ايه؟ ومبسوط ان انا معاك، وان شاء الله حلقه خفيفه على الناس اللي بتتفرج علينا. حبيبي ربنا يخليك، انا مبسوط ان انت معايا، ومش اول مره ان احنا نطلع، بس اول مره يعني ان احنا نتكلم في افكار مختلفه شويه، وان شاء الله نقدم حاجه تعجب الناس كلها ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. عايز يا وليد اخدك كده في اول حاجه نتكلم فيها. مدرب الاهلي الجديد يسترو، المدرب دنماركي، يعني حاجه مدرسه جديده على الاهلي ما شفناهاش قبل كده، يعني ما يعني لما تخون الذاكره ما شفتش مدرب دنماركي جه الاهلي قبل كده. فانت شايف التجربه هل هتنجح مع الاهلي وهتستمر زي كولر مثلا؟ والله طبعا المدرسه الدنماركيه دي اول مره تدخل الاهلي. احنا اتفرجنا على المدرسه السويسريه مع فايلر او كولر، بس ما نقدرش نحكم على الراجل بسرعه، ما نقدرش يعني مش عايزين نضغطه. الاجواء كويسه، هو جاي دلوقتي في اجواء كويسه، عكس مثلا خوسيه ريفيرو لما جه من الدار للنار على طول، جه دخل في اجواء كنت انت طالع من افريقيا، دخل على كاس العالم على طول، هوب الجماهير مش هو اجواء مش متعود عليها، والجماهير مش هتديله الفرصه ان هو لا اقعد واخسر ومش عارف ايه ونتعلم من اخطائنا. لا، الجماهير مش هتديله كل ده، الجماهير مش هتديله فرصه ان هو يخسر ماتش اصلا، الجماهير عايزاه من اول ماتش. فانا بناشد الجمهور ان احنا مش عايزين نضغط المدرب، مش عايزين نضغطه. لسه في، انا شايف ان هو يعني شغال. مدرب جديد طالب فيرويد راس حربة، طالب باك شمال، وطالب مدافع سوبر. فمعنى كده ان هو ابتدى يحط عينه على الفرقة، ابتدى يحط عينه على الاوراق اللي هتلعب معاه. فمش عايزين نضغطه. والروح لمنتخب مصر، كابتن حسام حسن حقق المطلوب منه، يعني حقق نص الطريق اللي هو صعود لكاس العالم، وفاضل افريقيا. انا شايف ان يعني انا من وجهة نظر شايف ان هو لازم يحقق بطولة افريقيا، عشان ده الهدف الرئيسي لمنتخب مصر. انت شايف يعني صعودك لكاس العالم كان شكل سهل، ولا هي كان احنا سهلناها على نفسنا في الاول؟ وشايف افريقيا ازاي؟ بص، هو طبعا المجموعة خدمتنا، مجموعتنا في تصفيات كاس العالم المجموعة خدمتنا، فاحنا مش عايزين ننخدع برضو في الاداء، لان الاداء ما كانش احسن حاجة، ما كانش افضل حاجة، مش ده اللي احنا منتظرينه من منتخب مصر، بس برضو احنا مساندين. طبعا زي ما انت قلت التارجت الاساسي هو الصعود لكاس العالم، ده المفروض ان دي حاجة، يعني المفروض انها حاجة عادية، يعني في ظل الامكانيات واللعيبة اللي عندك، فالمفروض ان دي حاجة عادية. فانت التارجت اللي عندك دلوقتي، الليفل اللي انت عايز تحققه هو كاس افريقيا. وعايز اخدك برضو للمنتخب الشباب. منتخب الشباب شفنا برضو خروجه المبكر في بطولة الشباب اللي فاتت مع كابتن أسامة نبيه، وحصد المغرب او منتخب المغرب الشباب بطولة كاس العالم. كانت مفاجأة بالنسبة لك ان فرقة عربية او منتخب عربي يعمل ده؟ وشايف يعني خروج منتخب مصر مبكر ازاي؟ فانا شايف ان احنا بعاد قوي، شايف ان احنا بعاد بتفكيره. يعني انت لو رجعت تصريحاته بيقول لك احنا ما نقدرش نجاري منتخب اليابان، ما نقدرش نجاري ان نلعب قصاد منتخب نيوزيلندا.
على الجانب الاخر منتخب المغرب بيكسب البرازيل، بيكسب اسبانيا، بيكسب فرنسا، بيكسب الارجنتين. طب ازاي؟ طيب يعني هم دول احسن مننا في ايه؟ على فكره احنا زي ما انت قلت احنا عندنا كواليتي عالي جدا، بس الفكره بقى يكون في عدل شويه. استوب بقى يا جماعه، لازم يكون في عدل شويه، نهتم بقى بالدنيا دي شويه. خلاص يعني مش عايزين نكرر اخطائنا، اللي حصل ده مش هينفع يعني، خلاص شكلنا وحش. لما يعني منتخب المغرب فرحان يعني، شرفونا بجد، ما حدش كان متوقع. بس هم عندهم حلم وعندهم اصرار، وان 11 قصاد 11 فرنسا مش احسن منهم، الارجنتين مش احسن منهم. وفعلا علشان هم عندهم عدل، عندهم يعني الفكر ذات نفسه غير. تصريحات الكابتن اسامه قالها دي بتدل ان احنا تحت الصفر بجد، ان احنا بعاد بجد. عايز برضو يعني انا عايز اقول وجهة نظر في الحتة دي. انا شايف ان تعثر منتخب الشباب ان هو يعني لما اتفرجت على حلقة للكابتن اسامه نبيه مع كابتن ابراهيم فايق، انا شايف رد فعله دي عقلية المدرب المصري. يعني هي دي عقلية ما تأهلكش ان انت توصل لنهائي، معلش دورة رمضانية مش كاس عالم، تمام؟ ان هو يطلع يقول لك انا كنت حاطط لعيبه او مجهز لعيبه للادوار اللي بعد كده. معلش يا حبيبي، انت ما صعدتش عشان تجهز لعيبه اللي بعد كده. وان انت لعيب زي عمر خضر ولاعيبه زي لعيبه كتير، انا على فكره انا بقولها بكل صراحه، انا شايف ان منتخب مصر للشباب عنده كواليتي لعيبه وعنده سكواد اعلى من منتخب المغرب اللي اخد بطوله العالم. ممكن ناس كتير تقول لي دلوقتي انت ما بتفهمش، لا ده قناعتي الشخصيه. انت عندك لعيبه 10/10 لعيبه ممتازه، كانت محتاجه مدرب على اعلى مستوى يشتغل معاهم. انت كان عندك عمر سيد معوض، وعندك محمد عبد الله وعمر خضر، وعندك 2 مساكين عالميين، معتز محمد واللعيب اللي جنبه مش فاكره دول، مش متذكره دلوقتي. بس انت عندك سكواد جامد جدا، انت لو لعبت المغرب بكره الصبح هتكسبهم، وانا عارف انا بقول ايه. فدي يعني دي حاجه يعني وجهه نظري في اسامه نبيه عامه وفي منتخب مصر. مؤخرا بقى في نهايه الفقره او نهايه حلقتنا، رايك في تالق علي معلول مع الصفاقس التونسي؟ احنا كنا كلنا بنقول ان هو خلاص خارج من الاهلي، رايح تكريم حاجه شرفيه ليه وهيبطل كوره. انت رايك ايه في الانتقاله دي لعلي معلول؟ هعيط بجد. يعني شايفه ازاي؟ انا بكلمك دلوقتي كواحد من الجمهور، لا انا شايفه فشل، اللي هو سيغفر الرب للجميع الا اللي كان السبب في رحيل علي معلول بجد يعني، والسولية وعمرو السولية كمان معاه. بس خليني اكلمك على علي معلول دلوقتي. يعني انا مش فاهم القرار جه ازاي. خلي بالك انا عايز اقول لك ان علي معلول زعلان، او يعني الطريقه اللي مشي بيها مش احسن حاجه. لو يعني علي معلول كان من حوالي اسبوع كان هنا في مصر، لك ان تتخيل ان هو ما عملش زياره للنادي الاهلي. فانا مش عايز افهم بس ليه مشى، يعني ليه ازاي ما تجددش؟ يعني الراجل بسم الله ما شاء الله فت لحد قبل الاصابه وبعد الاصابه. الراجل رجع من الاصابه لعب تلت ساعه، عمل لك حوالي 4 أو 5 اهداف. مين يعملهم؟ الراجل كنت بتقول له انزل العب مع الشباب، كان بيلعب وكان بيكون احسن واحد. الراجل عمل مساهمات تهديفيه مش يعني محدش عملها، لا من المهاجمين ولا من الهافات. عندك مين هو اكتر واحد واعلى واحد عامل مساهمات تهديفيه كاسيستات او كاهداف؟ انت خسرت وفقدت شخصيته وروح القائد بتاعته. ما فيش حد دلوقتي بيجمع اللعيبه، بيضم اللعيبه، بيوجههم في الملعب. يعني انا شايف القرار ده واحد من اسوأ او افشل القرارات اللي اتخذت، مش عايز اقول لك في تاريخ النادي. مستاء جدا. ومعاه كمان عمرو السولية. لو بصيت على سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري دلوقتي بفضل طبعا عمرو السولية، بروحه بشخصيته في الملعب، طبعا باهدافه.
سجل مع سيراميكا 3 اهداف و3 اهداف حاسمين يعني. ف مش عارف القرار طلع من لجنة التخطيط او طلع منين، بس هو القرار الصراحة قرار فاشل. انا مبسوط جدا ان انت كنت معايا النهارده، ويا رب الحلقه تكون خفيفه لكل الناس اللي بتشوفنا، وبشكرك ان انت كنت ضيف في تاني حلقتنا في البودكاست بتاعنا، وبشكركم، استنونا في حلقات جايه كتير في بودكاست هجمه وجول. شكرا.